السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني بجد كتير كتير كتير. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا عارفة اتأخرت عليكم كتير في القناة، وبجد دي فترة جامدة قوي ما نزلتش اي حاجة. وخلاص ابتديت ان انا ان شاء الله هنزل معاكم فيديوهات، وهعمل معاكم حاجات كتير ان شاء الله. وكل يوم كده نعمل حاجات مع بعضينا، عشان انا فاتني كتير وايه ان شاء الله كده نرجع ونعمل كل حاجة مع بعض. وحشتوني جدا جدا. كده انا بادئه معاكم اليوم بتاعي، هبدأ معاكم اعمل فطار ونعمل الغدا مع بعض. ويلا بينا نشوف احنا بنعمل ايه. انا كده حطيت طاستين على البوتاجاز، بقلي البتنجان معاكم اهو. كنت بوضب انا البتنجان والحاجه ديت عشان اقليها على طول. هنا بقى كده كنت بجهز الطعميه، هحط لها بيضه بلدي كده حلوه. بصوا بوريها لكم اهي. نضرب البيضه كويس مع الطعميه، تفضلي تقلبي فيها كده لما تدمجوا الاتنين مع بعض. في ناس بتحب البيض على الطعمية وفي ناس لا، بس انا بحبها. بتدي طعم جميل جدا وبتديها ريحة حلوة. وهي كده كده الطعمية بتبقى جاهزة عند الراجل، انا بس بديها البيضاية ديت. بس حطيت الزيت سخن عشان اول ما انزل بيها تسخن معايا على طول. بس والله العظيم طعمها كان جامد جدا، جربوها هتعجبكم جدا. انا عملت معاكم قبل كده الطعمية بالبيض والفلفل والطماطم والبصل، كانت جميلة جدا. وعملت قرص حلو كده. كده انا حطيتهم كلهم. تعالوا نشوف ب5 جنيه عجينة عمل لنا كام قرص. كده البتنجان اصلا السخن ما احمر معايا. دول كده كانوا 4 بتنجانات، قسمتهم نصين. ادي كده 2 4 6 8، عملوا لنا 10. ابو 5 جنيه عجينة عمل لي 10 اقراص، وجميلة جدا. وانتي قليها في البيت وهتبقى احلى من اللي انتي قليها، احلى من اللي جايه مقليه من بره. كده برضو خرطت كوسه اهيت، وادي فلفل حراق، كل ده هقليه. ده كده الفطار بتاعنا انا بجهزه معاكم. قلت بقى يوم كده مع فطار مع غدا ونبقى مع بعضينا. وعايزاكم تخشوا تشتركوا لي في القناه وتفعلوا الجرس عشان اوصل بيكم كده ان شاء الله، والقناه تكبر باذن الله. كده انا خلاص قليت البتنجان وحطيت الكوسه اهي عشان تتقلي. الطاسه اللي هتقلي فيها الكوسه والبتنجان والفلفل تبقى غير الطاسه اللي انت هتقلي فيها الطعميه. لا اما تقلي الطعميه الاول عشان الطعميه بعد الحاجات دي بتبقاش حلوه. لازم يبقى لها زيت نضيف كده وتقليها فيه. بس جميله ازاي. على فكره اللي كانت بتصورني حنين على فكره، قالت لي بقول لك يا ماما احنا لينا كتير قوي ما بنصورش، يلا بينا كده نعمل فيديوهات مع بعض. عشان انا بجد حاسه ان انا مقصره جدا في القناه، وحاسه ان انا ما اهتمتش بيها. بس والله انا ليا فتره جامده، ابويا كان تعبان والحمد لله عدت على خير يعني. كده انا بخرط طماطم. عندي شويه، عندي ما كنت عامله مش بالليل، كنا قاعدين بنتعشى وفات شويه، قلت اقوم من النوم اخرط عليهم حبايه طماطم. كان عليهم كده مكانهم جبنه، هوريها لكم دلوقتي. اي حاجه كده في التلاجة عندك قومي حطيها ووضبي المكان اللي انت موجوده فيه، وتشجعي كده. قومي اعملي فطار مع غدا، ترويق بيت، هتبصي تلاقي نفسك خلصتي كل حاجه بدري. احسن من الكسل اللي احنا فيه، الحر بيخلينا كسلانين قوي ومش قادرين نعمل حاجه. اهو بصوا، ده المش اهو اللي كان عندي معلقه مش على معلقه جبنه، ورحت خرطت عليهم حبايتين طماطم كده. بس كان طعمه جميل والله العظيم. كده خلاص. بصوا بقى الطعميه شكلها عامل ازاي. هل انت هتروحي تجيبي القرص دوت من المطعم بالمنظر الحلو ده؟ الطعميه بتخليها تنفش وتبقى طعمها جامد، وبتخلي القرص كبير. يا جماله يا جماله. تعالوا بقى تفضلوا الفطار دوت. قومي كده تشجعي واعملي فطار حلو زي دوت، هتلاقي نفسك بتتفتح. هتاكلي تقومي تخلصي اللي وراكي بسرعه، تبصي تلاقي يومك خلص. كده انا بطلع الطعميه اهي. هنعمل معاكم برضو فول ببيت كده طعمه حلو برضو. كده الكوسه خلاص طلعت. بصوا بقى انا اصلا هعمل لها دقه بسيطه جدا جدا. بصوا مش مكلفه دقه البتنجان والفلفل دي، والله العظيم حاجه ما تتذكر، وبتديكي طعم ملوش حل. كده حطيت الفلفل بقى، عارفين الفلفل ده خلى الشقه كلها ريحتها ما اقولكمش. دي كده كانت مسقعه، كريم كان جايبها لي من مطعم مع بابا غنوج.
كان جايب لي مسقعه وبابا غنوج بالمطعم، وانا قلت ايه هعمل معاكم طعميه ومش كده. هعمل الفول ابو بيض اهو، كل مره بعمله بقوطه، بس قلت المره دي ايه عايزين ناكله بيض نغير بقى، بيدي طعم حلو برضه. البيض البلدي اصلا ملوش حل. بصوا الصفاره عامله ازاي رايقه كده. عارفين انا على ما قليت الفلفل ده كانت الشقه كله كان قاعد بيكح في الشقه من الريحه بتاعته. كده نعمل الفول. حنين تعبت معايا، عماله تيجي معايا من هنا تيجي معايا من هنا. كده انا عملت الفول اهو. بصوا بقى الدقه اللي هي مش مكلفه، ليمونه وشويه ملح وشويه خل، وامي مقلباهم جامد مع بعض، وامي رشاهم على البتنجان والفلفل والكوسه اللي انت عاملاها ده. اقسم بالله ولا احلى دقه تعمليها. الليمون مع الخل اصلا بيديكي طعم تاني جدا. بصي اهي قلبيها بقى جامد كده. اهم شيء دوبي كله مع بعض. انا عادي ممكن تخرطي بقى على الدقه والليمون دوت حبايه قوطه، بس انا قلت ايه انا جربتها اصلا بالطريقه دي. عارفين مفيش حاجه من دقه عدت من البتنجان والفلفل والكوسه، من حلاوه الدقه اللي فيها. دي المسقعه اللي جايه من بره، ودي الطعميه، وده الفول. كده انا خلصت الفطار معاكم. تعالوا بقى نخش في الغدا. ايوه بقى، عماله افكر اقول لهم نعمل اكل ايه نعمل اكل ايه، هم مش عارفين. قلت اطلع اللحمه كده اغسلها كويس ونعمل فته. قلت بقى ايه على ما الميه تسخن اقطع معاكم اللحمه. بصوا السكينه بقى هتتعبني هنا، القطاعه عندي اصلا اتكسرت، ما كنتش عارفه اقطع اللحمه فين، بس اتصرفت برضو. بص عمال تقع مني. جبت سكينه غيرها برضو مش عارفه اقطع عشان الحوض مش مخليني اللي انا عارفه اقطعها. عارفين بقى هعمل ايه؟ هقطعها على الرخامه بتاعت المطبخ. مسحتها وغسلتها اهي، ورحت ماسكه اللحمه قطعتها على الرخامه، بس قلت عشان ما اطولش عليكم. بس قطعتها بقى قطع صغيره مكعبات كده، وعملت بصلايه. بس الاول هديها سلقه ان انا محتاجه شوربه عشان خاطر اعمل الفته. خرطتها قطع صغيره جدا، في ناس بتسيبها سليمه عادي قطع كبيره، بس انا خرطتها قطع صغيره، بحب اخرطها في الكمونيه قطع صغيره كده. هديها سلقه الاول عشان انا محتاجه شوربه للفته، فلازم اديها سلقه. ما اعمل شوربه ازاي؟ بصوا بقى التوابل، معايا فلفل اسمر، معايا كمون، معايا قرفه، معايا ورق لوري، وهنزل بيهم كده. ومعايا بصلايه خرطتها كده 4 تربع واحطها. اقلب بقى كل الميكس دوت. اوعي تحطي ملح او دجاج او اي حياء للحمه قبل ما تخش معاكي على سوا. لو اديتيها حياء هتبص تلاقيها بتشد منك اكتر ومش هتستوي بسهوله. كده بجهز كميه البصل ديت عشان اعمل لحمه كمونيه. ما انا خرطتها صغيره ليه؟ خرطتها صغيره عشان خاطر اعمل البصلايه تاخد تشويحه كده على ما تاخد غلوه ولا حاجه، واقوم بعد كده شايلاها من الشوربه واحطها في البصل واسيبها بقى تستوي براحتها، تدوب هي والبصل مع بعض. عارفين كان طعمها جامد جدا. فعلا عملتها اللحمه سلقتها وعملتها كمونيه، والله ما قعدت، بس كانت جميله وتحس ان هي مسكره. بصوا البصل عامل ازاي. البصل ده خلاني بقيت اعيط انا وحنين. حنين بقت واقفه تقول لي يا ماما حرام عليك البصل وجع لي عينيا، اقول لها معلش. خلص البصل، كانت واقفه بتتساهل معايا وانا بقشر البصل. فاضيين احنا موراناش حاجه، عمالين نساهر. اي جات لكم هي قالت انا اظهر بقى كده. انا علقت الموبايل عشان اصوره وقلنا نخرط البصل. واقفه عماله تساهل. بص ماسكه الحله، بقول لها ماسكاها ليه؟ بتقول لي يا ماما عشان ما تجريش منك. تقول لي يا ماما انا عايزه اظهر، انا هفضل بقى اصور كده. قلت لها خلاص تعالي اقفي جنبي وانا بخرط البصل. قلت لكم دوسوا لايك، عارفين لو ما دوستولاش لايك هتزعل منكم. وخشوا كده في التعليقات والمشاهدات كده، يلا بقى كبرونا بقى. تتكلمي نفسك. عايزه ايه؟ تتكلمي نفسك. لا بكلم المتابعين بتوعي وبقول لهم انا بعمل ايه. محمد بيقول لي انت بتكلمي نفسك يا ماما. حبيبي بعمل فيديو. قول لهم ازيكم عاملين ايه.
ازيك عاملين ايه؟ دي صرايع. اهو دسوله ياي. بص بقى، خرطت كميه البصل وجبت 3 قرون فلفل حراقين جدا، بس حاسه برضو ما عملوش حاجه، بس هما ادوها طعم حلو. عايزه تزودي كميه الفلفل براحتك، بس انا حطيتهم ريحه كده عشان برضو العيال معايا ما ايه. اديتهم بص رشه زيت صغيره جدا، واديهم معلقه سمنه بس. عشان ليه بقى؟ عشان انا سلقت اللحمه، عارفين لو ما سلقتهاش كنتش حطيت لها اي ايدان خالص، ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه، بس انا عشان خليتها تتسلق. بص هفضل بقى اقلب البصل واللحمه. والبصل وجع حنين. اهي بصوا اللحمه اهي جميله جدا، وشربتها جميلة. والله ما دي لها حل. لحمة خرفان. لا مش لحمه خرفان، دي لحمه بلدي. لحمة بيضة. امم طب دي صرايع. اهو دوسوا لايك بقى، دوسوا له لايك. بصوا خلاص هي استوت، هحطها بقى، وبيطلع معايا ورق اللوري عادي، وبيطلع معايا البصل اللي انا حطيته، مفيش اي مشاكل. انا برضو كده ما حطيتلهاش حياء. بصوا حنين، بصوا مصممه برضو ان انتوا تدوسوا اللايك. وانا برضك مصمم ان انت تدي صرايع. اهو لو ما حطيتوش لايك هيزعل منكم. بصوا بصوا بقى مقطعه مكعبات صغيره خالص ازاي. طبعا هي كشت كمان عن كده، مش عارفه ليه. اهي بصوا جميله، وشربتها كانت زي العسل. انت لو مستعجله على اللحمه اديها سلقه، وحطي البصل على النار واعمليها زي بالطريقه دي، هتلاقيها جميله جدا ومش هتاخد منك والله ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. ووطي عليها النار وسيبها تسيب كده. انا هحيق الشوربه بتاعتنا عشان انا محتاجه الشوربه. هحيق الشوربه بتاعتنا كده وتدي طعم حلو. كده كده انا حاطه لها فلفل اسمر وحاطه لها كمون وحاطه لها ورق لوري، يعني مش محتاجه ان انا احط لها اي حاجه. شويه ملح يظبطوا بقى الدنيا كده معانا. عارفين الشوربه دي والله كانت جميله، حطيتها على الاكل وكل واحد بقى يشرب شويه كده يا سيدي. عجبتك الشوربه؟ والاكل كان طعمه عامل انا ايه؟ ما شربتش شرب. انا انت باكل رز بس. كلتي؟ والدمعة. كلتي رز ودمعه؟ ماشي. واللحمة. ايه رايك في اللحمه؟ حلو. كانت طعمها ايه؟ كانت طعمها حلو. حلو قوي. شفتوا؟ اعملها لنا تاني. حاضر. وهي كان طعمها حلو. ماشي. دوس بقى لايك عشان انتوا مش بتدوسوا لايك. اهو دوسوا له لايك عشان انتوا مش بتدوسوا لايك. بصوا حطيت كان عندي نص فلفل كده حطيته في الاول، وجبت كام قرن كده برضو رحت حطاهم، فرمتهم كده جامد عشان يدوا طعم وريحه حلوه للطماطم. القطه دي كنت انا سلقاها، كنت عندي في الفريزر وسلقتها. كده انا بفرم الطماطم ونصفيها بقى. بصوا هو في حنين عايزه تعمل لكم قلب بس هو مش باين. ايوه بقى بصوا جميله، جميله زي العسل. هعملها لكم تاني مره. لحمه ورز زي اللي عملتها دي. ماشي، خشوا لهم دوسوا لماما لايك واكتبوا لها في التعليقات وجربوا الطريقه دي. اهو كل ده لوحدي. اه ما انت لازم تقولي معايا. خلاص انا قلت لهم بقى، يلا قول لهم باي. باي. يلا روح انت بقى. بصوا بقى الصلصه اهي، هنحط بقى ايه؟ قرفه وملح وكمون وبابريكا وفلفل اسمر. هنخلي الحاجات بس لما هي تاخد غلوه كده عشان تطلع حلوه معانا. بس هي اصلا متسبكه، ما خدتش معايا وقت في الغليان اصلا، وطعمها كان جميل جدا. عارفه بقى لو عندك خل كنت اديتها معلقتين خل يا لو تظبط الطعم. بصوا اللحمه هنا نفضل نقلب فيها مع بعض كده. اللحمه سيبيها تدوب مع البصل. هتضطري اللي انت بتديها لما تعمليها بالطريقه ديت تديها شويه ميه عشان خاطر تستوي معاكي. ماما. كده غسلنا، بنغسل المواعين بقى ايه بعد خلصت شويه الحاجات اللي انا عملتها ديت. لسه كده فاضل معانا الرز. نغسل بقى الحاجه اللي احنا استخدمناها عشان يبقى المواعين خفيفه علينا وتبقى بسيطه جدا، يعني ما تحسيش ان انت وراكي مواعين كتير. عشان كده انت عوقت على الاكل. لا ما عوقتش على الاكل، على ما بابا جه من الشغل. على ما بابا جه انت أيوه. حطيتي اكل. ايوه. يا امي
عمال ما بابا جه انت حطيت لي اكل. ايوه، ما هو لازم لما يجي اللي احنا نحط الاكل. ما انا بص بقى هو بيساير معايا ايه. استغربت هو اما يجي انت مش هتحطي اكل. استغيبت. اه طب اسكت يا محمد، خلينا نخلص كده بقى. انا دعكنا المواعين اهو، خلاص خلصتهم. بحب بقى لما اخلص اشطفهم كلهم مره واحده. هات بقى عشان هخطف. امشي يا محمد، امشي يا محمد، اطلع بره. بس انا من ناحية قاعدين كده بقى خلصنا شويه المواعين. اهي جت تاني يا حنين. برضو يا مصممه ان انتوا تقولوا دوسوا لايك، صح يا حنين؟ اه يا ماما. عرفوا اللي انت قلت لهم دوسوا لايك. مش لازم نضحك يعني، عادي. انا قلت اخش جوه الاوضه عشان ادمج الفيديو براحتي، بصيت لقيت كله جه ورايا. احنا حبايبي. انت حبيبي. يلا يلا لسه ما خلصتيش. كده اعمل شويه الرز. مش شايفني ولا ايه؟ مش شايف. احنا بس كده الرز مش هياخد معانا وقت اصلا. بحط الدجاج والملح مع الزيت وتدوبيه كويس، عشان لو حطيت الدجاج على الرز هتبص تلاقي طعم الدجاج في بقك. انما لما تعمليه بالسمنه والزيت مش هتحسي باي حاجه. كده حطيت شويه فلفل اسمر وشويه كمون وادوبهم برضو، يدوكي طعم جامد جدا. انزل بالرز كده، ادي برضو شويه رز. تفضلي بقى تقلبي كويس بالتوابل وتدوبي الدجاج وكل اللي انت حطيتيه دوت وانت بتقلبي الرز، وتخليهم يتشوحوا شويه بالتوابل، يدوكي طعم حلو كده. كده بقى تكون انت مجهزه ميه سخنه، وعلى ما انت ما تقلبيه وتقومي صباه عليها كده على طول، هتبصي تلاقيه بيغلي معاكي بسرعه مش هياخد معاكي اي وقت. كده خلاص انا شوحته اهو، جهز له الميه بتاعته بقى ونسقيه بقى ميه سخنه. عايزه بقى تسقيه ميه سخنه، عايزه تسقيه بالشوربه براحتك، بس انا عشان كنت محتاجه الشوربه عشان كده ما سقيتوش بالشوربه وظابطه الحياء بتاعه. كده انا كنت بقلب، لقيت كان في شويه توابل لسه ما دابوش، كنت بقلبهم مع الرز. كده خلاص الشوح كويس اهو. ننزل عليه بقى بالميه السخنه، لازم تكون ميه سخنه عشان يغلي معاكي على طول وما ياخدش وقت. انا اتشحبت في السيد رحت واخد احتمال. كده خلاص ظبطت الشوربه بتاعتنا اهي. مفيش غير محمد اللي قاعد معايا والله، عمال يرغي كل شويه. كده خلاص خلصت الرز وكده خلصت الاكل كله بعد ما سويته. طبعا بص اللحمه استوت اهي معانا. طبعا هو عشان بيقول لك انا ما غرفتش الاكل. يا رب كده تكون الطريقه عجبتكم، واللي اول مره ما يشوف القناه بتاعتنا يخش يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبصوا بقى جربوا الاكل دوت وقومي تشجعوا واعملي كل حاجه. يلا مع السلامه.